هذا يتواصل. انا من هنا مش ندخل في تفاصيل الفصل 56 والفصل 57 لانه المطلوب اليوم هو ان نبحث على صيغ واقعيه وعمليه لتجاوز الازمه. تجاوزها يجي بالتمسك بما توفر من حوار، ما توفر من حريه راي. الشعب التونسي اليوم فرض على الرئيس السابق انه يفتح مواقع الانترنت، فرض انه حق التجمع من غير رخص، فرض انه الناس خرجت للشارع وما طلبتش لا رخصه وما كسرتش. هذه مكاسب تحققت خلال الاربع اسابيع هذه، هات نحافظوا عليها تصويت كيفاش نطوروها في مجالات عده. مراجعه المجله الانتخابيه، مجله الصحافه، هذا بعد شويه ترسل فيهم اكثر. سي ابو العلاء، سي عادل هاتوا نجيك، خليني نسمع سي لطفي العماري. سي لطفي، شفتك البارح تحمس تحكي ويعني يعلم بيك ربي، ونحن حسينا ببلاتو البارح اللي قدمته حنا. بعد اليوم كي نسألك كيفاش صبحت، كيفاش استقبلتوا هالخبر؟ حاب نقول لك اللي انا عندي مده متحمس، عندي سنوات. يمكن البارح انا شفتك علاش؟ على خاطر البارح كنتوا في المباشر ولا يعرف الزملاء كلها يعرف شيء يعني. البارح ما كناش مصدقين الدنيا. ايوه كل مره نفقدوا بعضنا هنا صالح عطيه ومن بعد ازدحمد ابراهيم، مانيش مصدقين الحكايه ديريكت ونحكيو بالطريقه هذيك. ايوه انا عندي مده وانا شادد الجمر في يدي، وانا برشا ناس يعرفوا شيء هذا، ما نحبش نحكي على روحي، بالعكس انا نحب. قلت لك الحمد لله على حاجه برك، الحمد لله انه حضرت اللحظه هذه، حضرت المنعرج هذه. ما نحبش الانتفاضه، خليني نقولها الثوره، خليني نقول ثوره الزيتون، الثوره الخضراء هذه، ما نحبش نضيعوها في المتاهات القانونيه. خليهم يتفلسفوا في القانون على كيفهم، خليهم يتلوعبوا بالقانون، خليهم يجتهدوا في القانون، خليهم يراوغوا باش ياكدوا لي اللي هم ربما ما استفادوش من الدرس وما قراوش قراءة صحيحة وذكية ما حصل في تونس على امتداد شهر كامل. أنا شو نقول؟ نرجع للمرحوم العظيم أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. تحرك محمد بوعزيز، احترق، فاحترق معه نظام كامل، قام على المحسوبية، قام على الرشوة، قام على القمع، قام على مصادرة الرأي الآخر، قام على سجن كل من يخالف الرأي، على مطاردتهم، على هتك أعراضهم، على تيتيم صغارهم. هذا كله مسحه محمد بوعزيزي، وكلما التحق بمحمد بوعزيزي في رحلة الممتعة اللي دامت شهر كامل، وخلاتنا نحسوا اليوم اللي احنا توانسة بكل فخر، ليس في تونس فقط، ليس في العالم العربي فقط، ليس في افريقيا فقط، في العالم اجمع. كل العالم اليوم يتابع ما صنعه شباب تونس، ما صنعه شعب تونس، ولا احد يكاد يصدق. اليوم الشعوب العربية تتفقد نفسها، تقول انها ممكن. ها هو الشعب التونسي يعطي المثال، واليوم الرؤساء العرب والملوك العرب يرتعشون خوفا من هذا المثال الذي ضربه الشعب التونسي وضربه الشباب التونسي. من هذه المنصة، من حنا بعد، لابد أن الشعوب العربية كل تنهض وتقوم وتقاوم الظلم وتقاوم القهر وتقاوم الهوان وتقاوم التفرقة والمصادرة والقمع والحريات والقمع والحريات. المصطلحات هذه الكل اللي اتكدست عنا احنا، سمعنا منها قاموس عربي خاص بالهتك وخاص بالقمع وخاص بالدونية، وخلاتنا معناها ضحكة قدام كل شعوب الدنيا. تونس اليوم أعطت مثال رائع في أنه إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وليس من باب الصدفة أنه اللي قال البيت هذا أبو القاسم الشابي خرجنا بها فرنسا، ها نحن اليوم نطرد بها كل من وقف ضد حرية الشعب التونسي. المفروض أنه كانوا يكونوا